ابدا كلامي ازاي؟ ما اناش عارفه. قلت للواد صورني بالمشاجلي. طب انا اعمل ايه؟ جننوني. يلا سامحوني بقى في المقطع ده، واتفرجوا عليه بالاتجاه اللي انتوا عاوزينه في التليفون بتاعكم على حسب ما يطلع معاكم معدول. هنا حطيت 2 كيلو لبن من الرايب بالقشطه بتاعتهم بخيرهم كده، وزيهم كيلو 2 كيلو من الحليب، ويعني حاجة بسيطة كده من المية بس، مصمصة الحلة كده. وحطيت معايا بقى بجنيه صباع خميرة وكيس خميرة فورية. العجين دي عشان ما شاء الله كمية كبيرة، فأنا عاملاها من بالليل للصبح. زودت الخميرة بشوية اهو، بقول لكم ما شاء الله. شوفي كمية القشطة اللي على اللبن. انا لسه ما حطيتش اللبن الرايب، انا حطيت الاول لبن الحليب ومسحة كده من المية اهو. هما 2 كيلو لبن حليب و2 كيلو لبن رايب والقشطة. انا مش عارفة انا شلتها في الطبق وهرجع احطها ليه، مش عارفة. منكم لله يا ولاد، زي ما خلتوني مش شاجلبة زي ما انتم مشاجلبين الفيديو. يلا نخش على الفيديو. ونقول المقدمة اللي احنا متعودين عليها. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباحكم مشرق بنور الله. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، ويجعلها أيام سعيدة ومباركة كده علينا وعليكم يا رب. حطيت اللبن الرايب والحليب والقشطة اللي معايا، وحطيت الخميرة. حطيت 3 معالق او 4 كده من السكر مليانين. وحطيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معلقه كبيره مليانه ملح. كان قلبي حاسس ان التليفون مشقلب، وبقول له يا ابني عدي. انا حاسك كده ان انت قالب التليفون، يقول لي لا ده حلو. ومعايا ما شاء الله كميه دقيق زي ما تقولي قولي، هتحطها في كميه الحليب اللي معايا، وهلفها على حسب ما العجينه تبقى في ايديا، ولا هي لينه ولا هي متماسكة. خليها حلوة كده وسط. بالنسبة كمان اللي احنا في الجو، احنا في الشتاء لسه والجو برد. وهعجن بقى معايا كده، ومسخنة معايا السمنة حوالي عن كيلو من السمنة او كيلو ونص. طبعا والله العظيم انا حاطة كل حاجة بالبركة. انت كده لما تعملي الحاجة بتحسيها بايديكي، اذا كانت عايزة سمنة عايزة زيت كده يعني. وحطيت عليهم، يعني انا حاطه في السمنه. لا لسه ما حطيتش الزيت، لسه هحطه في الاخر. وهعجن بقى ما شاء الله حبه جرس مية مية. بس انا هعمل ايه بقى في الواد اللي مشغل الفيديو، مشغل اللي بقصد التليفون. انا حاليا بسجل المقطع ده في اتجاه غير اللي انا متعوده عليه اللي انا بسجل بيه. هعجن بقى الكميه العجين اللي معايا، والحمد لله قاعدين نحدفوا ببعض، وربنا يعيننا وقوينا عليهم. ونعمل ايه في العيال. يلا بقى استعدوا معايا بقى كده. الجو كان ما شاء الله ما شاء الله اليومين دول كان حلو حلو يعني، ومش عارفه بقى هيقلب من اول بكره ولا في وامشير ماشي معانا مية مية. طلعت المرتب في الشمس بس ما صورتش. مش عارفه ليه كده، انا يعني مش متحمسه للتصوير زي الاول. شجعوني كده باللايكاتكم والكومنتات الحلوه بتاعتكم، عشان ارجع اصور كده زي الاول كل يوم. ضفت حوالي كوبايه من الزيت، ومعايا 3 باكو فانيليا. الفانيليا دايما بحطها في الاخر، ما بحطش بيكنج باودر على الجرس خالص. اي حاجه عاملاها ما شاء الله كميه وبحطها في الفريزر، ما بحطش عليها بيكنج باودر. طب ليه؟ بيبرولها، بيخليها مجرد ما انت ما تطلعيها ساعتين 3 بره بتبرول، ولو باتت معاكي بره بتصبح مبروله. فاستبعدي البيكنج باودر في اي حاجه انت بتحطيها في الفريزر. اما لو حاجه انت هتخلصيها في نفس اليوم مفيش مشكلة، الحمد لله اتعدلنا اهو. ولله الحمد. سبحان الله، هي العجينة بتطلع معايا مظبوطة مية مية من غير ما لا اوزن دقيق ولا اي حاجة، بتطلع معايا مية مية. انا مش بقيتش بضرب، انا بقيت باكل. باكل العيال. خلاص بقى عجنتها، وفرشت كده مشمع نضيف كده مخصصاه للمعجنات على الصينية، وجرست عليه. طول ما احنا عايشين في الدنيا
بنتعلم من اللي اكبر مننا ومن اللي اصغر مننا. كنت دايما بجرس الجرس ديت او عجينة الجرس ديت على مباشرة على الصينية كده، كانت بتلزج مني. دخلت عليا واحدة كده، قالت لي واحدة جارتي، قالت لي جرسي على مشمع ومستحيل تلزج مني. فاحنا بنتعلم وبنستفيد من بعض، وطول ما احنا عايشين في الدنيا بنتعلم من اللي اكبر مننا ومن اللي اصغر مننا. مش عيب، بنبقى عارفين الحاجة وبنرجع تاني نستفاد اكتر واكتر. تلاقي حد بيعملها بطريقة مختلفة فبتتعلمي اكتر واكتر. ما شاء الله انا كنت عاملة كمية، لان يعني مش بعمل لوحدي، بعمل ليا ولوالدتي وبنقسم الحاجة سوا يعني. وبدأت بقى ايه، على ما خلصتها تجريس كده بعملهاش كبيرة جوا، بخليها حلوة كده. بدأت بقى ان انا ابططها وفرشت جلابية حلوة كده. طبعا برضو الهدوم ديت بعملها يعني ايه للعجين يعني وكده، بغسلها بعد ما بخلص وعينها لتاني نوب. رصيت على الصينية واغطي بالرجة كده، يعني كل رجة كده اعمل اخبز واغطي، وهسيبها من بالليل للصبح. اي معجنات انا بعملها يعني زي الجرس جراجيش كده بعملها من بالليل للصبح، تختمر براحتها وتاخد وقتها. واقوم الصبح من بدري اخبزها على الساعة 8 او 9 اكون خلصت. اليوم قدامي فاضي ورايق ولا كأن عملت حاجة. بس حد يحوش ولادي عني. بصوا انا هنتحر، انا بقول لكم اهو. ربنا يهديهم يا رب. عملت بقى مدور وعملت بالطول، وقعدت كده بقى ايه، انا ومرات اخويا كده، وواحده جارتي برضو جت دخلت عليا بظروفها كده وانا بعمل، قعدت تساعدني. قلت لها تعالي يا حبيبتي، ده انت جيتيلي من السما. خلصتهم همت، حطيتهم يعني حطيت حوالي عن 5 رجات كده على الصينيه، واغطي بقى بالدفايه. هنا كانت مرات اخويا هي اللي بتغطي، وهنا كنا بقى تاني يوم الصبح ما شاء الله خمرهم وزي الفل. لا ده احنا لسه بين بنغطي ولا ايه؟ اه ده احنا لسه بنغطي. ده بنغطي ولا الصبح؟ ايوه الصبح، الصبح ده خمرانين خالص اهو. عملت الصينيه وعملت اللوح الكبير ده، بس ما انتش ونروح باين. نولع بقى عند الفرن. ضلمة عند وشك انت، وشك طلع ما فيش خالص ضلمة. انا كنت عامله المره اللي فاتت كلها بصراحه. وشك بان والله لما النار طلع. وما شاء الله بقى كانوا ايه، شويه جرس ما شاء الله ما شاء الله، ما فيش واحده ما جبتش. وطالعين ما شاء الله من اول صاج لاخر صاج زي الفل. كنت مخلصاهم خبيز، بدأت فيهم حوالي الساعة 6 أو قبل 6. خلصتهم عن يعني حوالي الساعة 9 كده بالكتير كنت مخلصة. حمات الفرن بقى خليته 100 100 كده من فوق ومن تحت. وبقت على ما يجبوا كده لازم النار تكون تدخل الفرن على نار سخنة. لو ما حمتلوش النار والنار كانت سخنة مش هيجب معاك. لازما اي حاجة عشان تجب معاكي، سواء عيش او جرس او اي حاجة فيها خميرة تجب معاكي، لازما تكوني مسخنة الفرن كويس. كنا طالعين عند الفرن والنهار كان يدوبك لسه كده، ما كناش شايفين والله عند الفرن واحنا رايحين. اهو طلع وزهزه اهو وزي الفل. عقبال كده ما نعمل
جرس العيد، احنا بنعملش في رمضان. ما بعملش في رمضان جرس، ما بتتاكلش خالص. بنعمل عيش ورجاج وكده، لكن جرس في رمضان ما بتتاكلش. مفيش وقت لها اللي هي تتاكل يعني وكده. شخري بالراحة يا سند. انا بسجل بالليل والبت نايمة في ريح. ما شاء الله ما شاء الله، كانوا حلوين حلوين. كلمة حلوين، كانوا عاملين زي السفنج كده. تضغط هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. كنت اضغط عليهم، اطبقهم بداية خاص كده وترد لوضعها تاني. اهو. بدأت بقى الدنيا تنور خالص خالص بقى عند الفرن، لان هو متغطي يعني. ممكن الدنيا تكون منورة بره، بس عند الفرن اسمه متغطي يعني وكده. كانت ضلمة، مفيهوش نور يعني، مفيش في الحتة نور يعني ولا كده. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويرزق الناس كلها يا رب من حيث لا تحتسب يا رب. وفي حاجة كده بعملها ان شاء الله هنزلكوا فيديو بيها، بس تقولوا لي رأيكم يعني وكده. الناس يعني اللي متابعاني وبتحبني، هشور عليكم في حاجة كده وقولوا لي رأيكم فيها، اذا كنت اعملها ولا ما اعملهاش. ما شاء الله ما شاء الله، كنت مبسوطة بالجرس دي جو 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 يعني. طبعا انا كنت مطلعة ورا مني، بس العيال جم خدهم اللي هيروح المدرسة يعني كده، خدوا يعملوا سندوتشات، يحشوا الجرس يعني بكده، ومشوا بقى اللي هيروح المدرسة والحضانة وكده. اهو. لا اله الا الله يا رب. يلا نصلي على النبي كده ونستغفر ربنا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله. كتروا كده من الدعاء ومن الذكر في الايام المفترضة دي، وادعوا الدعوة اللي نفسكوا فيها. ربنا يا رب اهم من اي حاجة في الدنيا. ربنا يكفينا شر المرض ويسترها معانا كده ومع اولادنا، كأنك ملكة كنوز العالم. بصحتك كده وبالستر من عند ربنا، كأننا مالكين كنوز العالم. ايه ما شاء الله. شوف ابويا اقول لها عايزه احمرهم شويه كمان، قالت لي لا حلوين حلوين كده، ما تحمريش عن كده، هم حلوين مظبوطين من فوق ومن تحت، تنيكي ماشيه على كده. ما شاء الله الحمد لله بفضل الله علي، ولا حركتي ولا واحده ولا اي حاجه، الحمد لله يعني. والله العظيم انت لو تعرفوا حياتي في البدايه، والله ما كنت بعرف اعمل اي حاجه في الحياه خالص 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 خالص. ولا كنت بعرف اخبز ولا كنت بعرف اعجن خالص. سبحان الله الحمد لله يعني بفضل ربنا. كان نفسي اللي انا اتعلم من وانا عيله صغيره، والحمد لله اتعلمت والله، علمت نفسي بنفسي، ما حد علمني حاجه خالص. لان والدتي كان لها ظروف خاصه، كان والدي متوفي وبتطلع تشتغل وكده، كانت سايبانا انا واخويا لوحدنا. والله العظيم ما حد علمني اي حاجه، الحمد لله بفضل الله علي. علمت نفسي بنفسي، بس يعني ايه، خربت الدنيا كتير بصراحة على ما اتعلمت. والحمد لله دماغي حلوة، بلقط اي حاجة بسرعة من اول مرة. هخلص بقى الكمية كلها عشان ما اطولش عليكم. ما شاء الله شوفوا كنت عاملة كمية قد ايه. ده غير يعني اللي عيال خدوهم يعني وكده، وجبة وحلوة ومفرغة من جوه. شوف بضغط عليها وترد تاني ازاي. مفيش جرس فلاحي طرية تضغط عليها ترد تاني كده، الا لما تكون معمولة متلدنة ومية مية. الواد ابن المتخبلة. انا هسميه الفيديو المشاجب المشاجب. استودعتكم لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.